بنبدأ الفيلم مع واحد اسمه كونر، مصور أزياء وبلاي بوي. سمعته على قدها، بيحب كل الستات اللي في العالم، باين عليه مش بيحب يلتزم. قدوته في الحياة كان عمه وين الله يرحمه، اللي هو كمان كان بلاي بوي في زمنه. كونر بيروح مبنى شغله، بتقابله مساعدته ميلاني وبتديله كل رسايله وحاجاته. بياخد الكاميرا ويصور لقطة واحدة لمجموعة ستات لابسين لانجري، وبعدها بيروح ورا الستارة يقابل مغنية المفروض هي اللي هيتصور لها. بتقلع هدومها وبتحط تفاحة على دماغها، والست اللي معاها كوس بتضرب التفاحة، وساعتها هو بيصور اللقطة. الصورة طلعت جميلة. كونر والمغنية بيبقوا بيتسلوا مع بعض، وفجأة المساعدة بتدخل وبتبلغه انه جاله 3 رسايل من ستات كان بيوعدهم ولازم يمشي علشان يروح فرح اخوه. بيطلب من ميلاني انها تبلغ البنات انه مشغول. المغنية بتقول له انت طلعت وحش زي ما بيقولوا وده عاجبني. وهو في السكة رايح فرح اخوه، بيعدي على شوية مراجيح وده بيخليه يفتكر شوية ذكريات قديمة. بيوصل الفرح، بول اخوه بيكون مبسوط جدا انه جه. العروسه ساندرا مش بنفس الحماس، باين عليها متوتره مش مبسوطه زي جيني. كونر بيقول لبول لسه في وقت، لو غيرت رايك خد عربيتي واطلع اجري. بول بيضحك، لكن لما بيبص له بيكتشف ان كونر بيتكلم بجد. جيني بتقرر تواجه كونر وبتقول له بطل تخريب، تطلب منه يدعم اخوه. بول بيقدم كونر لكل الناس والكل حابب يشوفه بعد ما سمع عنه قصص كتير. بيطلع كونر فوق، بيلاقي صور وحاجات تخص عمه وين. جيني بتقول له محدش صدق انك هتيجي اصلا، وبتقول له كمان انها عارفه انه مش اجدع حد، بس هو مش اهبل، هو بيتصرف كده علشان يوقع البنات، وفي الحقيقه هو طيب من جواه. وعلى العشاء حد بيسال كونر مش هتصور فرح اخوك؟ بيرد عليهم انا مش هصور افراح. جيني بترد تقول ده متعود يصور الناس وهم من غير هدوم. بول بيقول لساندرا عايز كونر هو اللي يعمل التوست في الفرح. كونر بيرد انا حمص في فرح؟ انا اصلا مش مؤمن بالجواز والحب ده خرافه، وبيسيبهم ويمشي. بيروح كونر الحمام وفجاه بيشوف شبح عمه وين. بيساله انت بتعمل ايه هنا؟ وين بيقول له جيت احذرك ما تضيعش حياتك زيي. كونر بيستغرب، بيقول له انت كنت اسطوره، عايزني اكون زيك. وين بيرد بالعكس انا اللي غلط وانت بقيت زيي. وبيقول له المفاجاه النهارده هيجيلك 3 اشباح وهيخلوك تحس بحاجات من زمان ما حسيتش بيها. وفجاه بيختفي وين، وكونر بيترعب وبيتصل بميلاني، بيسيب لها رساله وهو مفزوع. بينزل على البار، بيلاقي ام العروسه قدامه، بيمد ايده على صدرها بيفكرها شبح، بس لا دي طلعت حقيقه. بتيجي واحده من الوصفات انت اللي بول عمل معاكي حاجه؟ بترد لا بس انا عايزك انت. فبيرد اطلعي فوق اوضتي وانا جاي وراكي. بيطلع اوضته وبيسمع صوت واحده تحت البطانيه، بيفتكرها وصيفه العروسه، لكن لا بتطلع بنت لابسه لبس قديم. بيفتكرها اسمها اليسون، واحده من حبيباته القدام. بتقول له انا شبح من الماضي. بيجري يخرج من الاوضه، بيلاقيها قدامه برضه، بيرجع تاني بسرعه بيلاقيها جوه. بتقول له انا هاخدك في جوله على كل حبيباتك اللي فاتوا. وفجاه السرير بيتحول لبوابه زمن وبيبداوا يطيروا بيه لورا. بينزلوا على اول محطه الارض، والزمن لما كونر كان لسه عيل صغير يوم عيد ميلاده. الواد الصغير بيجري على المراجيح وجيني الصغيره بتجري وراه، بتديله هديه كاميرا. بيبص لها ويقول انت احسن واحده في الدنيا، وبيصورها ويقول هحتفظ بالصوره دي طول عمري. كانوا هيبوسوا بعض، لكن فجاه كونر الصغير بيتكسف وبيجري بعيد. بيظهر راجل ابو كونر وامه كمان كانت هناك، كانوا في الصيف اللي قبل ما يموتوا في حادثه. بيمشوا مع بعض ايدهم في ايدين بعض وبيضحكوا. كونر الكبير بيعلق، كانوا باين عليهم مبسوطين قوي. المشهد بيتغير بسرعه بعد الجنازه. كونر وجيني وبول قاعدين متأثرين. أليسون بتقول بعد اللي حصل جيني وبول ووين كانوا كل اللي فضل له، وجيني كانت الوحيدة اللي عرفته قبل ما يتحول لبلاي بوي. بننتقل لفترة المدرسة الإعدادية، حفلة العودة للمدرسة. كونر وجيني بيرقصوا سوا. أليسون بتقول ده كان الوقت اللي كانوا بيفكروا ياخدوا علاقتهم لمرحلة تانية. الأغنية البطيئة بتبدأ وكونر الصغير بيبص لجيني، وفجأة أصحابها بيجوا يقولوا لها بيت عايز يرقص معاكي. بتبص لكونر بتلاقيه باصص في الأرض، بتقول له تمام وتروح مع بيت. وكونر بيتألم وهو شايفها بتمشي. كونر الكبير بيبقى متضايق وبيحاول يواسي نفسه الصغير، بس طبعا هو مش سامعه. الواد الصغير بيجري ويدخل عربية عمه وين بيلاحظ انه بيعيط، فبيبدأ يسمع له وهو بيشتكي ان جيني اول بوسة ليها راحت لحد غيره. وين بيقول له انت كده هربت من طلقة، ما تكونش القبلة الاولى ولا الاخيرة لحد، ده حمل تقيل. وفي الكرسي ورا أليسون وكونر الكبير قاعدين بيسمعوا الحوار كله. الواد الصغير بيقول مش عارف احس بايه، انا بكره البنات. فوين بيفرمل فجأة وبيزعق له وبيقول له بلاش الهري ده. بيقول له انا ممكن اعلمك رياضه او تخييم او حتى رياضيات، لكن البنات لا، انت لازم تتعلمها لوحدك. الواد الصغير بيتحمس وبيقول انا مستعد اعمل اي حاجه عشان ما احسش كده تاني. وين بياخده على البار وبيقول له ده الفصل الدراسي بتاعك. بيطلب له كاسين ويسكي وبيبدا يديله دروس. اول قاعده ما تبصش للبنات كتير، وبيشرح له ان الست الوحشه مش دايما عندها فرصه، لكن الراجل دايما عنده فرصه لان الكاريزما بتطلع من جوه. وبيفضل يقول له نصايح، قول مجاملتين فوق الرقبه وبعدها قلل منها عشان تحس بالقوه. كونر الصغير بيقول له بس
بس جيني ما بتحبش الالعاب دي. فبيرد وين: انسى جيني، المشاعر اللي عندك ناحيتها بتبوظ لعبتك. وبيكمل: العلاقات كلها قوه، واللي بيهتم اقل هو اللي بيتحكم. وبيحذره: لو وقعت في حب واحده في يوم اهرب، لانك هتتكسر في الاخر. بيساله: لو عايز تكلم الشقره اللي وراك تعمل ايه؟ الولد الصغير بيقول له: اكلم صاحبتها علشان تغير منها. وين بيفرح بيه وبيقول له: برافو، اتعلمت الدرس بسرعه. بنعدي بسرعه لسن 16 في قابو صغير. جيني موجوده وكونر الصغير بيدخل، بينزل السلم. جيني بتبص له وبتبتسم، بس هو بيلف وشه وبيروح على مجموعه تانيه من الناس. كونر الكبير بيزعق لنفسه الصغيره وبيقول: قوم لها بقى. لكن الصغير بيبدا يبوس واحده تانيه، واليسون بتتحمس وبتقول: هي دي اللحظه اللي بدا فيها يضرب في البنات واحده ورا التانيه. جيني بتخرج من القابو والمشهد بيعدي كذا سنه. كونر بقى شاب مصور محترف وبيشرح لبنات كتير ان مستوحي شغله من الستات. جيني بتعدي قدامه، بيقوم بسرعه بيقول لها: هاي، اسف اني اتجاهلتك زمان، ممكن اشتري لك مشروب؟ بترد عليه: انت شغال مع مين؟ بيقول: بشتغل مع مصور مشهور. وهي بترد: انا بقيت دكتوره. بتيجي صاحبتها تقول لها: يلا نمشي. كونر بيحاول ياخد رقمها، بتقول له لا. بيقول: طب عشا بسيط؟ بترد: عشا وبس. بيمشي وراها بيقول: العشا كويس برضه. بيتمشوا على الرصيف بيضحكوا، وجيني تقريبا مش عارفه تمشي على طول من كتر الضحك. بتوصل لبيتها، بتقول له: مش هينفع تدخل. هو بيصر شويه لكنها بترفض. بعدها بنلاقي مشاهد ليهم بيلعبوا كوره، بيصوروا بعض، بيروحوا خروجات. بعد اسابيع من المغازله بيدخلوا اوضتها وبيبقوا في السرير. كونر الكبير واليسون بيتفرجوا على المشهد من بعيد. كونر الصغير بيقول انه كان جميل. جيني بتقول: ده لاننا عملنا 20 سنه مداعبه. بيقوم يلبس هدومه، بتساله: رايح فين؟ بيقول لها انه ماشي. بترد عليه: في نوعين من الستات، واحده تنام معاها وتمشي، والتانيه تنام معاها وتحضنها. معاك 3 ثواني ترجع السرير. بيرجع السرير وبيحضنها وبيبدا يحس بالحب. بس فجاه بيفتكر كلام عمه: لو حسيت بالحب اهرب. وفعلا الصبح جيني بتصحى بتلاقيه اختفى. الصدمه كانت تقيله عليها وبتعيط من قلبها. كونر واليسون بيوصلوا المكان فيه كل البنات اللي دخلوا حياته. اليسون بتقول له: بص، من بعد جيني علاقتك بقت اقصر واكتر سطحيه. بيمشي كونر في ممر طويل كله ستات، كل واحده بتفكره: احنا مارسنا الجنس فين؟ قعدنا مع بعض قد ايه؟ اختفيت امتى؟ فجاه الستات كلهم بيهجموا عليه، بيمسكوه، بيقعدوا يعيطوا وبيقولوا له انهم وحشوه. بيصرخ وبينزل، وبعدها بنلاقيه نايم في اوضه عمه وين، كأنه كل ده كان حلم أو كابوس. كونر بيقوم يدور على أي مشروب، بيروح المطبخ، بيلاقي صندوق فيه شمبانيا، بيفتح واحدة، الغطا بيطير، بتخبط في التورتة، بيحاول يمسكها بس الستاند بيقع، الكيكة بتتبهدل. في الأوضة التانية جيني بتحضر الرقصة، وبراد بيجي بيطلب يرقص معاها. فجأة كونر بيدخل وبيصرخ وبيقع، والكيكة على الأرض، وكل الناس بتبصله بصدمة. ساندرا العروسة بتقع على ركبتها، العيلة كلها بتيجي وجيني بتحاول تهديهم. في أوضة تانية ساندرا بتاخد مساج تهدي أعصابها. وفي المطبخ كونر على إيده وركبته بينضف الكيكة اللي باظت، وجيني واقفة بتتفرج عليه. بيطلع بره بيلاقي شبح عمه تاني، بيسأله: ازاي البنات دي كلها بتكرهني؟ وين بيرد: المطر اللي نازل ده دموع الستات اللي بكيتهم بعد ما نمت معاهم. وبيسحب منديل، بيقول له: شايف ده منديل من اللي اتبكوا بيهم، وشايف دي وسائل الحماية اللي استخدمتها. كونر بيصرخ وبيجري، وبعدين بيصحى في عربيته. كونر بيصحى مفزوع، بيفتح باب العربية وبيمشي على فين؟ على الأوضة اللي فيها ساندرا، بترمي زينة الفرح في الدفاية. بيسألها: كل ده عشان كيكة؟ جيم بتقول له: لأ، دي عرفت انك قلت للوصيفة عن اللي حصل بين بول وواحدة تانية، وده كان وقت ما بول وساندرا لسه مرتبطين. بول بيعتذر وبيكرر اعتذاره، بس كونر بيقول له: انت بتحبها بجد؟ وانا شايف ده يبقى هو حقيقي. وبيقول ان الوصيفة كمان غلطانة. ساندرا بتخرج متضايقة، وبول بيزعق لكونر: امشي، انت خربت كل حاجة. كونر بيمشي وبيفضل يندى على شبح صديقة المستقبل. بيظهر له شخصية لابسة لبس غريب وماسكة مزمار. بيسألها: انت صديقتي اللي جاية؟ بتهز راسها بلأ. بيقول لها: طب تحبي تكوني؟ بتلف وبتبعد، وهو بيجري وراها. بيدخلوا في غابة وبيوصلوا للكنيسة فيها فرح شغال. كونر بيتصدم، هو فاكر ان هو اللي هيتجوز، وبيشوف جيني نازلة لابسة فستان الفرح. في الاول بيفرح لحد ما بيشوف العريس براد بيصرخ بصوت عالي وبيقول لا، بس محدش سامعه. بيحاول يوقف الجوازة بس مفيش فايدة، هو شبح. فجأة الكنيسة بتبقى فاضية، مفيش غير بول قاعد لوحده مكسور. كونر بيلاحظ ان بول مش لابس دبلة، وبيدرك انه محصلش جواز اصلا، وكل ده بسببه. بيمشي ورا بول، بيشوفه بيكبر في السن. بيوصلوا لجنازة كونر نفسه. بول الوحيد اللي حاضر. وين بيظهر وبيقول له: محدش افتكرك ولا حد كان هيجي. بول بيقوم وبيقول كلمتين، وبيقول ان كان اخويا وكان عظيم في طريقته الخاصة. فجأة كونر بيصحى من النوم وهو بيصرخ، بيبص حواليه بيلاقي نفسه في سريره فرحان انه لسه عايش. بيجري يفتح الشباك، بيندى على ولد صغير وبيقول له: انت عارف النهارده ايه؟ عيد ميلاد. الولد بيرد: النهارده السبت. كونر بيفرح لانه لسه ما فاتش الفرح. بينزل جري على السلالم، بيسأل بول: الفرح حصل؟ بول بيقول له: لا، ساندرا لغت كل حاجة. بس كونر بيقول له: لا، ما ينفعش يسيبوا بعض، دول معمولين لبعض.
بول بيرد هم سابوا الفرح وراحوا المطار. كونر بيجري بره بس بيلاقي العربيات مدفونة تحت التلج، لكن فجأة الجراج بيفتح وبتطلع عربية وين القديمة، بيركبها وبيفضل يجري بيها وراهم لكن بيتزحلق على التلج، بيحاول يفرمل، العربية بتفلت منه، بينط منها قبل ما تتخبط وبيكمل جري على رجليه. الراجل اللي سايق بساندرا والوصيفة بيقف بيقول له مش هتتكلم معاها، لكن كونر بيضربه بيغمى عليه. ساندرا بتنزل من العربية وكونر بيقفل على الوصيفة جوه، بيقول لساندرا انا اسف على كل حاجة، الكيكة وفرحك وكل حاجة، وبيتوسل لها ما تهربيش من بول، الحب اللي بينكم نادر. هي بتقول له انت ما تعرفش انا حاسة بايه، بيقول لها انا حاسس لان انا كمان حسيت زيك، خفت انها تسيبني او تجرحني او تموت، بس اكتر حاجه ندمت عليها اني بعدت عنها. جوه العربيه جيني بتسمع وبتفهم انه بيتكلم عنها، بيقول لها الندم على الهروب من الحب اسوأ بكتير من اي وجع تاني. ساندرا بتبص له وتقول انا حاسه انك عندك حق، انا عايزه اتجوز بول. بول كان بيجهز شنطته وهيمشي، بتدخل عليه ساندرا وبتحضنه، وفي الدور اللي تحت جيني بتراجع قايمه الترتيبات وبتطلب مصور. كونر بيرفع ايده بيقول انا اتصرف. الفرح بيمشي تمام، وفي الريسبشن كونر بيقوم يدي التوست بتاعه، وجيني بتبقى قاعده على المراجيح بره، بيجي يقعد جنبها وبيقول لها شفتي الفرح كان جميل جدا. بتساله انت حصل لك ايه امبارح؟ كنت شخص تاني والنهارده بقيت الراجل اللي كنت اعرفه زمان. بيبص لها وبيقول انا بحبك وعايز فرصه ثانيه. بتقول له اتمنى اصدقك بس انا اتجرحت قبل كده. بيطلع من جيبه صوره قديمه اللي صورها ليها وهم اطفال، بتبص للصوره وبتتصدم وبتفرح. بيقول لها كل يوم هتصحي هتلاقيني جنبك، وبيبوسها. وجوه بيبداوا يشغلوا اغنيه حفله العوده للوطن. جيني وكونر بيسمعوها من بعيد، فبيقول لها نرقص، فبترد عليه جه الوقت، وبيرقصوا مع بعض في اجواء رومانسيه جميله على صوت الاغنيه اللي بدأ منها كل حاجه. وبتخلص القصه هنا. سلام.